السلام عليكم الإخوان. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. من خلال التصوير غادي تعرفوني علاش غنهضر لكم على المعهد العالي للإعلام والاتصال. هذا المعهد هذا اللي أكثرية ديال الشباب كيبغيو يدخلوا ليه لأنهم كيكونوا عاشقين هذه المهنة وداخلين وما عارفينش المعلومات عليه وشنو خصهم الشروط إلى غير ذلك. فأنا جيت هنا باش نعاونك ونوقف معك حتى تولي صحفي بروفيسيونيل. فهذا الفيديو هذا أولا غادي نحاول نهضروا على النظام ديال التكوين والشروط والآفاق المهنية. بالنسبة لنظام التكوين فهو LMD، يعني الإجازة والماستر والدكتوراه. شروط الترشيح فراس السن ما خصوش يكون قل من 17 عام. البكالوريا خصها تكون 2022 2023، يعني العام اللي فات وهذا العام هذا. نقطة البكالوريا ما خصهاش تكون قل من 14. والنقطة ديال اللغات يعني اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية ما خصهمش يكونوا قل من 14. علاش؟ لأنه بطبيعة الحال كان في هذا المعهد هذا كيعتمد بالدرجة الأولى على اللغات وعلى حسن الإلقاء. بالنسبه للافاق الاخوان غادي نشوفوا الاذاعه اللي كيخدموا في الراديوات، وكاينين التلفزيون اللي كيخدموا ايضا في البرامج والاخبار. كاينين ايضا عاوتاني الصحافه المكتوبه او الجريده. يعني كاينين مجموعه من الافاق يعني مهنيه تقدر تخدم فيهم، حتى المجال الخاص عاوتاني تقدر تخدم. غير هو بغيت نوصل لكم واحد المعلومات اخرى. فهذا المعهد هذا العالي للاعلام والاتصال ما فيهش داخليه، يعني كتمشي الا تقبلتي فيه فراه كتكري يعني بوحدك خارج، يعني ما كاينش فيه الحرم الجامعي. وايضا يعني كاين قسم عربي وقسم فرنسي، فانت كتختار بغيتي تقرا بالعربيه ولا بغيتي تقرا بالفرنسيه. اذا اخوتي هنا نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. اذا ان شاء الله الفيديو قادم نشوفوا شي مدرسه اخرى معهد اخر، نحاول نعطيكم عليه كاع المعلومات، نديروا جهدنا باذن الله تعالى. الله يسهل لكم كاملين.